القناطر يا جماعة، وما أدراكم ما جمال وحلاوة وطعامة القناطر. موجود معاكم من داخل مركز الطفل لعلوم المياه في القناطر. اللي قدامكم دي حديقة المتحف، دخولها من الساعة 9 الصبح لحد الساعة 3 العصر، ده هيبقى للمتحف بس. إنما الحديقة ممتدة شوية تقريبا للساعة 5 7 مساء. الحديقة بتطول شوية وبتبقى مفتوحة، وطبعا زي ما حضراتكم المشهد بيحكي ويشرح لوحده. ودي فعلا حديقة مش عادية، فاقت كل التوقعات. عمري ما تخيلت ان في مصر حاجة بالجمال ده، مش مبالغة. الحديقة شكلها بيخطف القلب والعين حرفيا، منظر الشجر مريح للعين والقلب. واللي قدامكم دي متاهة. المتاهة دي مخصصة للأطفال عشان حد يقف فوق البرج اللي أنا واقف عليه ده ويوجه الطفل إزاي يخرج من داخل المتاهة. طبعا المكان أثري وتاريخي، ومحتاجين نفهم أكتر من مدير المكان مهندس عزت تحسين. العظمه اللي انتوا عاملينها دي. هو حضرتك هنا احنا واقفين على البرج ده، البرج المراقبة. المفترض برج المراقبة ده له جزء تاني اللي هو المتاهة. المتاهة ديت عبارة عن سياج من النباتات تم تصميمها بشكل عشوائي، اللي هو الطفل يخش جوه من مدخل والمفترض يخرج من مخرج تاني، ولكن هو لوحده ما بيقدرش يقوم بالمهمة ديت غير لما حد يوجهه، لأن هو الطفل بيبقى صغير. الارتفاع بتاع المتاهة ما بيسمحلوش بأنه يشوف المنظر من فوق، وبالتالي ما بيعرفش يخرج من المخرج الخاص بيه. فبيطلع بيستعين بزميل ليه، بيطلع مكان ما احنا واقفين كده، وبيبتدي يتكلم معاه ويوجهه على المخرج الصحيح عشان يخرج من المتاهة دي. هو بيلاقي متعة ان هو طول ما هو جوه هو مش عارف هو فين، والتاني اللي هو فوق بيوجهه عشان يخرج من المتاهة. وهو واقف على البرج بيبص يحس برضه ان هو استمتع ان هو قدر ينقذ زميله ويخرجه من المتاهة. انا هسيب زميلي جوه، مش تمام. عداله والله، تمام، ولكن عشان استمتع بس بالجمال اللي قدامي ده. ربنا انا يعني يخليك. هنسى زميلي بصراحه قدام المنظر الجمال. ربنا يخليك يا موجود هنا فندم. بجد. احنا في اهتمام غير طبيعي بالخضره والنباتات هنا. دي عباره عن حوائط من النباتات موجوده. طبعا انت بتخش جوه حقيقي هتوه، يعني مهما كان بقى انت ايه شاطر ونبيه وكل حاجه هتوه نتيجه للمنظر التحفه اللي قدامك ده والجمال اللي هنا. تقريبا انت هتوه عشان تكمل حياتك في المكان التحفه ده. طيب قول لنا بس تفاصيل كده سريعه. لو احنا حبينا نيجي يا جماعه، الموضوع بسيط جدا جدا جدا. محطه المترو، انزل محطه المظلات او التحرير، خد عربيه ب 10 جنيه 12 جنيه من التحرير، هتجيبك في ميدان القناطر. ومن هناك يا باشا توك توك، قول له بس عايز اوصل عند متحف الطفل بالظبط، مش مكمل 5 دقايق هتبقى هنا وهتتفرج على جمال مختلف تماما. دخول ب 20 جنيه الحديقة. ده الحديقه بس. انما المتحف اللي قدامكم ده متحف بقى، هفرجكم عليه بقى. فيه كنوز بتتكلم على الميه ده، غير بقى في كنوز اصلا في قلب الحديقه. تخيل حضرتك في قلب الحديقه في حجر من الجرانيت وزنه 4.5 طن، هتحركه بصباعك، بجد هتحركه بصباعك. وده عشان وجود الميه. الحديقه دي كلها او المتحف ده كله بيكلمك على اهميه الميه في حياتنا، وقد ايه نقطه الميه بتفرق جدا جدا في حياتنا برضه.